هذا اتحاد للمرأة المتخصصة العربية في قطاعات أهمها القطاع الاقتصادي والاستثماري. القطاع الآخر هو قطاع التعليم والتربية والتعليم، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، قطاع البيئة والسلامة، قطاع الحقوق القانوني، قطاع التنمية الشاملة المستدامة، القطاع المؤسسي، وهي 16 قطاعا أغرد بالأمس، قطاع الثقافة، قطاع السياحة. كل هذه القطاعات إن شاء الله تعرض الآن في خططها لتجميعها في تكون هي الخطة الأساسية لعمل الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة، وهو جزء من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. احنا النهارده بنناقش بنود اللائحة علشان اعتمادها تمهيدا لإشهار الاتحاد بشكل واسع، والحقيقة ان هو اتحاد وليد ولكنه ولد كبير، يعني لان ما شاء الله عدد الدول المشاركه كبير، وفي حد ذاته الحدث نوع من انواع تنشيط السياحه. الحقيقة احنا طبعا كان اهم هدف بالنسبة لنا لما فكرنا في الاتحاد ان الاتحاد فعلا يبقى فيه القطاعات دي تتعرض لكل المشاكل اللي بتعوق مسيرة التنمية ومسيرة تمكين المرأة طبعا، لان التنمية اساس تمكين المرأة. فاشتغلنا على قطاعات التعليم والصحة والبيئة والبحث العلمي، السياحة، الثقافة. بالنسبة لنا إن شاء الله رشحنا أن نكون لرئاسة القطاع الاقتصادي لأهمية القطاع الاقتصادي، ونتمنى أن يكون هذا القطاع فاعل جدا، لأنه إن شاء الله سيتم التواصل مع اتحاد الغرف الخليجية ومع كل الغرف التجارية العربية، ونتمنى أن يكون هناك تواصل كبير بين سيدات العالم العربي من كل مكان، لأن الاقتصاد مهم جدا. أنا بتكلم عن قطاع التنمية الشاملة اللي إحنا بدينا فيه. طبعا هو مكون الاتحاد من 17 قطاع، من ضمنها قطاع التنمية الشاملة، واليوم عرضنا الخطط لجميع القطاعات. أنا عرضت عن قطاع التنمية الشاملة. تكلمت بالبداية طبعا عن التحديات الموجودة للمرأة في واقعها في الوطن العربي، طبعا ومن أهمها هي المرأة بالنزاعات والكوارث والحروب. كيف ندخل إلى المرأة في هذا المكان؟ طبعا جدا مهم دورنا أن احنا نوفر لها على الأقل الحماية. نحن نؤمن بعملية تمكين المرأة، وضرورة تمكين المرأة تتطلب الاهتمام بالمشاريع الصغيرة، لأنه وضع المرأة العربية بشكل عام وتجد أنه هناك حالة من الفقر، تجد المرأة المعيلة، تجد المرأة ربة الأسرة، ولكن هناك ظاهرة تأنيث الفقر. هذه الظاهرة تستوجب منا التركيز بشكل كبير جدا على المشاريع الصغيرة للسيدات خلينا نقول الغير ممكنات، من أجل تمكينهن على صورة أفضل. احنا في المؤتمر ده جمعنا كل المهام والأنشطة والأهداف بتاعت كل القطاعات القانونية على مستوى الاتحاد العربي في جميع الدول العربية، وبقى لينا مهام ولينا أنشطة ولينا خدمات محددة لخدمة المرأة بشكل عام. النهاردة بنحاول ان احنا نلتف حوالين مبادرة او مشروع موحد على مستوى الوطن العربي، من ناحية تغيير او تعديل او تحديث بعض مشاريع القوانين الخاصة بالمرأة، الخاصة بالطفل، الخاصة بالأسرة. نرجع لضيوفنا داخل الاستوديو. ودكتوره ميسون، احنا شفنا مع التقرير دلوقتي ان في العديد من القطاعات المتنوعه اللي طبعا هدفها ان هي يعني تمسك